السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ده خبز الكايزر أو خبز البرجر حلو أوي وجميل وهش جدًا، واللي هو شُفتوني عمّالة أدوس عليه أهو شكله ما بيتغيّرش ومحافظ على قوامه وعلى شكله جدًا، ومن جوّه ما فيهوش فراغات ومتناسق كده وجميل أوي. هاقول لكم أنا عملته إزاي وإيه الخلطة اللي حطيتها فيه، خلطة طبيعية جدًا أو محسِّن طبيعي من البيت بدل المحسِّن اللي إحنا بنستخدمه من برّه اللي هو الكيميائي. بمكونات بسيطة جدًا هنحطها فيه، هتخلّيه يحافظ على شكله وعلى قوامه ويقعد معانا أطول فترة ممكنة، ما يتغيّرش ولا يتغيّر طعمه ولا يتغيّر شكله. الأول لو لسه ما اشتركتوش في القناة لازم تشتركوا، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك. يالّا هاقول لكم أنا حطيت إيه في الطبق دوّة، ده الخلطة دي اللي أنا حطيتها دي ده المحسّن الطبيعي اللي إحنا هنحطه، مكوناته بسيطة جدًا وموجودة في كل بيت، هنحط معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة دقيق، كيس بيكنج باودر، 2 معلقة زبادي، معلقة كبيرة خل. هنحط المكونات دي كده كلها على بعضها وهنضربها بالمعلقة كويس وهنسيبها على جنب هتلاقوها بدأت تعلى كده وتتخمر وإيه وقوامها اختلف. هنسيبها لحد ما نجهز بقية المكونات معانا. هنحط هنا نص كيلو دقيق طبعا يكون منخول، هنحط عليه 2 معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، كيس خميرة وبيضة، بيضاية واحدة، ومعلقة زبدة أو معلقة سمنة أو معلقة زيت، بس هي طبعًا هي الزبدة والسمنة بيدّوا طعم حلو أوي للمعجنات. إحنا عايزين نعمل خبز يكون طعمه حلو كده، حاجة معمولة من البيت مخدومة طعمها حلو جميلة كده يعني، مش عايزين نعمل حاجة اللي هي بتاعة الأفران اللي هي السريعة دي، لأ نعمل حاجة كده حلوة. ممكن طبعًا إحنا ادام حطينا بيضة فهنحط عليها كيس فانيليا طبعًا عشان ما يبقاش في ريحة زفارة. وممكن نستخدم في العجن أنا استخدمت كوباية لبن دافية، ممكن مش عايزين تستخدموا كوباية لبن ممكن نستخدم مَيّة، بس طبعًا اللبن والبيض وكل حاجة إحنا بنحطها مفيدة من البيت بتدّي للخبز طعم أحلى، وبتعزّز الطعم أكتر، فإحنا بنقوّم الطعم كده بندّي له حاجات كده تدّي له طعم أحلى، وحاجات تبقى فيها قيمة غذائية برضه أعلى يعني. شايفين القوام بتاع الخليط اللي أنا عملته اتغيّر إزاي، بقى عامل زي ما يكون اتخمّر كده. هنحطه بقى على الدقيق، أنا زوّدت عليهم كمان نُص كوباية لبن، يعني أنا حطيت كوباية اللبن اللي أنتم شُفتوها دي والمُحسِّن وزوّدت كمان نُص كوباية تقريبًا، وطبعًا كل دقيق بيختلف، أنا مش هاقدر أقول لِك مقدار السوائل بالضبط، كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. هنفضل نعجن فيها كويس أوي لحد ما نلاقي المسام بتاعتها من فوق بقت ناعمة كده أو العجينة بقت ناعمة كده كلّها واتلمِّت. بتتعجن مثلًا ممكن نقعد نعجنها مثلًا 10 دقايق أو ربع ساعة، طبعًا لو في عجّان هيبقى أفضل يعني. بعد ما عجناها خلاص وبقت كويسة، هندهن الوش بتاعها زيت كده طبعًا عشان يطرّيها برضه أكتر ونسيبها ترتاح. طبعًا العجينة بتاعتنا مش عجينة قاسية، عجينة ولا طرية أوي، عجينة بين القاسية والطرية، عجينة ليّنة كده في إيدينا، عجينة حلوة كده مش ناشفة. أنا النُص كيلو طلّع معايا 11 قطعة، بس حجمهم متوسط مش كبير. لو عايزين الحجم الكبير اللي هو بتاع المطاعم الكبيرة يبقى هيطلّع معانا 8. أنا عملت بنفس الكمية دي قبل كده طلّع معايا 8 ومرّة طلّع معايا بس المرّة دي طلّع 11 عشان أنا عملت الحجم المتوسط. عشان تطلع معانا بالشكل اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو هنكوّرها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، بنضم إيدينا كده عليها وبنلفّها على الرخامة بحيث إن الناحية المقفولة دي تبقى من تحت في النُص. هنعملها كلّها بنفس الشكل وهنحطها في الصاج، طبعًا نسيب ما بينهم فراغات ما نلزقهمش في بعض أوي، ونحطهم في الصاج زي ما أنتم شايفين كده، هاسيبها تخمر. أنا عملتها في يوم كان حَر شوية، فما خدتش وقت في الخميرة، خمرت قعدت نُص ساعة بالضبط ولقيتها خمرت على طول. بعد ما خمرت خلاص وشغّلت الفرن على 180 هادهن الوش بتاعها بلبن أو ممكن بياض بيضة سوري قصدي بيضة كده نحط عليها شوية فانيليا عشان ما يبقاش في زفارة برضه، ونحط على الوش بقى أنا حطيت شوية سمسم وحبّة بركة بتدّي المعجنات طعم حلو أوي، بس وهندخّلها في الفرن. أول ما نلاقي الوش خلاص خَد اللون الحلو اللي إحنا شُفناه دوّة، هنطلّعها على طول وهاعمل لها هامسح وشّها كده بمسحة زبدة كده. شايفين شكلها حلو أوي إزاي، وباعمل لكم منّه ساندويتش أهوّة، حلو أوي بجد جرّبوه قولوا لي رأيكم فيه إيه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والcomment الجميل. وبألف هنا والشفا، ويا رب يطلع معاكم حلو زي ما طلع معايا كده بالضبط، هيطلع معاكم أحلى كمان.
جربوه متنسوش تقولي لي رأيكم فيه إيه.